السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكل مساوي الأحرار. شوية الزيد عافاك. هذا هو جمهور المغرب الرياضي الفاسي. بما يطلعوا الإخوة إن شاء الله، بما يطلعوا الأخوات والإخوة المحبي قناة نور الدين نايم، فألف مرحبا بالجميع، ولكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. لكل غيور على فريق المغرب الفاسي كنتمنوا يصعدوا ان شاء الله باش يكون النقاش في المستوى، النقاش اللي غيليق بمقامكم العالي، الجمهور النمور الصفر. فمرحبا بالجميع. هذا نشيد ديال فريق المغرب الفاسي. كنتسناو صعود محبي فريق المغرب الفاسي، وديما المغرب الرياضي الفاسي وجميع الفرق الوطنية المغربية كنتمنى يكونوا كلهم في أحسن الأحوال. إذن شكرا صافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني، مساء النور عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللايف الحارق ديال هذا المساء يخص فريق المغرب الرياضي الفاسي والملقب بالنمور الصفر، أو أبناء وليدات مولاي إدريس. يعني كاين بزاف ديال القلب لهذا الفريق العريق. يعني كنتكلموا على فريق المغرب الفاسي، راه كنتكلموا على تاريخ، على مرجعيه من مرجعيات كره القدم الوطنيه، على الفريق اللي استطاع في الامس القريب انه من اقوى الفرق واعتد الفرق اللي كانوا كيحروا معاه فرق كبار، وكان كيعطي واحد شنو نقول لكم، كيعطي واحد الجماليه داخل رقعه الميدان. ما كنتكلموا على فريق المغرب الفاسي، راه ما كنتكلموش على فريق عادي، ما كنتكلموش على فريق يعني عاد قال بسم الله، ولكن فريق اللي الحمد لله عنده الرجال ديالو، عنده الناس ديالو، عنده المكتب المسير ديالو، عنده بزاف ديال الامور اللي هي الحمد لله في المستوى. ولكن الطامه والزله الكبيره هو ان كنشوفوا هذا الفريق يعني يتربصون به، يعني سماسرة الكرة الوطنية كيتربصوا بهذا الفريق العريق، فسامحهم الله. فما كناش كنتوقعوا ان فريق المغرب الفاسي، خصوصا يعني نقولوا في هذه البدايه ديال هذا الموسم، انه يتربصوا به سماسرة باش يقصيو وليدات فاس اللي هما كويريات مجهدين، كويريه في المستوى، ويجيبوا لنا اللي بغاو هما على حساب هادو اللي شادين الفرقه، ماشي ولاد فاس. راه من فاس يعني الا تكلمنا على المغرب الفاسي واللاعبين القدامى فتبارك الله عندنا لاعبين فوق المستوى، عندنا لاعبين الحمد لله اللي عطاو الشيء الكثير للكره الوطنيه. فما يجيش شي واحد من والو يخربق لنا هذه الفرقه هذه. انا كشخص يعني انا محب الفريق، كنقولها علنا، فانا من الروح ديالي هو فريق المغرب الفاسي، كنبغي المصلحه واحد الدرجه كبيره.
فهذا هو الامر اللي جد مستعصي. فاذا به كنلقاو الناس اللي كيجدوا الفريق كيتعداو عليها. السي عبد الرحيم القوشي احسن لاعب في البطوله الوطنيه. غادي نصيفط خويا عبد الرحيم. عبد الرحيم صيفط لخويا نتايا على حساب قال لي امبوسيبل دو اجوتي، عافاك صيفط لي نتايا. يعني للتوضيح وتنوير الرأي العام ما يقع بفريق المغرب الفاسي خصوصا هذه السنة هذه، من بعد ما سمعنا بعض الأخبار التي لا تبشر بالخير، وإقصاء اللاعبين اللي عندهم خبرة ولاعبين وليدات فاس اللي لعبوا وبصموا على مواسم كبيرة في بعض الفرق الكبرى الوطنية. غادي يتم الاقصاء ديالهم واستقطاب 3 لاعبين من فريق شباب المحمديه اللي كتعرفوا الشباب هاد السنه يعني نزل ب 3 بوان، يعني 3 بوان باش هو القسم الوطني الثاني. اذا واش زعما فاس ما بقاش عندها ماليها؟ واش ما يعني هذا هو المشكل. خويا عبد الرحيم كنتمنى تصيفط لي، الله يطول عمرك، انا نعاود نصيفط نشوف. قال لي امبوسيبل اجوتي. اوكي صيفط لي خويا عبد الرحيم. يعني باش نتكلموا بموضوعيه، نتكلموا باريحيه، ان فريق المغرب الفاسي ماشي فريق عادي، ماشي اللي جاي يتعلموا فيه النيش، ماشي اللي جاي ينتقم من هذا الفريق. ان الفريق عنده مالي، عنده محبين ديالو، جمهور ديالو عريض في جميع ربوع المملكه. ما ربما انا غادي نواخذ على الاداره التقنيه ديال فريق المغرب الفاسي واستقطاب 3 لاعبين من فريق شباب المحمديه، اللي انا اتاسف لهذه الانتدابات اللي غتكون فاشله وبكل المقاييس. انا كنقولها علنا هنا، فين انا نقولها علنا، هناك السمسره، هناك كيلكو شوز كيكلوش، يعني نقولها فصيح العباره. ما يمكنش كنجبتوا لنا لاعبين اللي غيقدموا الاضافه النوعيه للفريق في مرحبا، فاذا به كنتفاجئوا ان هذوك الدراري باقيين صغار. هذوك الوليدات الا بغينا هكا الاداره التقنيه ديال الماس كتفكر، هذوك الوليدات خصهم يمشيو بعدا للهوات مع احتراماتي ليهم، يتعلموا يزيدوا يخمروا باش يلعب فريق المغرب الفاسي. راه فريق المغرب الفاسي ماشي فريق عادي، فريق المغرب الفاسي راه فريق كبير. يعني وسمعنا من المسامع ديالنا غادي يقصاو بعض الوليدات ديال الماس، راه ما ربما يندى له الجبين هذه القضيه هذه، وما تقبلناهاش كاملين. الفريق النمور الصفر عندهم ماليه، هادشي اللي بغيت نوضح ونبين. فالمساوي الحرام راهم عارفيني علاش كندوي، وعارفيني كيفاش كنبلغ الرساله. انا شوف، انا راه ما عنديش الميز العنصري، انا كنقول غير الفريق الا كان شي كوموندو صحيح اللي غيكون اللي غيمشي بالفرقه في الف مرحبا. الا كنتو غادي تجيبوا لنا الكرارس كما قال السي البدراوي الله يذكرو بخير، والله ما عندنا فين تنزل الضربه. لنا بكل صراحه راه حنا مراد وغادي تكملوا لنا. اي واحد عنده فرقته، اي واحد كيبغي فرقته، يعني عادي انني ننتقد ومن حقي ننتقد، وهذا امر بالنسبه لي عادي وما كيهمني حتى شي واحد، وما غندخل هضرته من هنا وتخرج من هنا. ولكن المصلحه الفريق فوق كل اعتبار، ولا عزاء للحاقدين. الا كان هاد الناس مخطين باش هاد الفرقه يطحنوها فيكونوا على يقين الحمد لله مع الله سبحانه وتعالى ومعهم ماليهم. حنا كنشكروا المكتب المسير الفريق المغرب الفاسي، يعني الناس اللي قالوا عليهم ناس في المستوى الحمد لله ومشاو بالفريق الحمد لله حتى الكلاسمون كان في المستوى. اذا حاولوا هاد السنه بحكم التجربه المتواضعه في المجال الصحفي الرياضي اللي كنكتسبوها، انا كنظن بان الانتدابات خصها تكون عندها وزن، يكون عندها ثقل، وما كرهناش طلعوا لنا الدراري ديال ليسبوار حتى هما راه مزيانين تفرجنا فيهم في كاس التميز. الحمد لله كاين وليدات اللي كيبشروا بالخير، ماشي حنا كاع فاس
ما بقاوش فيها الكوريه، حاشا ولله، بالعكس. يعني لاعبين في المستوى، لاعبين صغار يعني في لاج، ولكن الحمد لله عندهم الخبره ما يكفي انهم يزيدوا بالفريق. فما بغيناش يكون هذا الانشقاق انكم تدخلوا برانيين وناقصين. ومنين شفتوهم من المحمديه، يعني انا شوف انا كندوي علنا، كان المحمديه فيها الخير كرم كلاسي هي وكره خدات البطوله، على الاقل تكلاسا مزيان. يعني شو المشاكل اللي طاحوا فيها، الرئيس ديالهم مشى للوداد، وقع واحد انشقاق رياضي خطير في التسيير الرياضي ديالهم. فانا مأكد بان الدراري راه غيكونوا ناقصين، الدراري ما كاينينش. نرجعوا للاداره التقنيه. الاداره التقنيه تبارك الله شاده السي بدر القادوري، يعني لاعب اللي صالو جال في الميادين الرياضيه واحترف برا. يعني كاين بزاف ديال المواصفات اللي نوصفوه هذاك السيد، ولكن يخدم معنا يشتغل معنا بواحد العقلانه. السي بدر القادوري خصو يخدم بعقله. راه ما هو مدير تقني ديال الفريق المغرب الفاسي، فخصو يعرف راسو بانك جيتي للفريق المغرب الفاسي. خويا ها انت، خويا انا متاكد، خويا عبد الرحيم ها انت دوموند عبد الرحيم. اوكي غادي نكمل بلاتي خويا عبد الرحيم. يعني ولو نقص شويه على وجه الناس. ويا خويا عبد الرحيم والله ما عطاني بالله، ما بغاش، يعني ما عطانيش اخويا، والله ما عطاني. وانا ما كرهتكش، بالعكس انت اللي غتكملني في هذا. شوف انت الى اطون ما بغاش اخويا. انا صيفط لك طروا فيا الكلمه ما عطانيش. يمكن لك تكتب لي عبد الرحيم. اطون انا شوف غادي نرجع سينوتي فين من الماس. ما بغاش خويا عبد الرحيم والله ما بغى بالله. وانا بالعكس شرف ليا اليوم انك تكون معايا وراك عارف. خويا انا جبت تحياتي السي نور الدين. فين هي من الماس كانوا اللاعبين محليين. كان عندي صديقي فتاح الغياتي وكان وياه فينا هو فتاح الغياتي وفينا هو السي عبد الرحيم القوشي. هو معنا على هذا اللايف اللي كنت كنتمنى يكون معايا، فاذا به ما الزهر والو. يعني غير تقنيا استسميح نزيد اجوتيك. والو خويا عبد الرحيم نكملوا اللايف ديالنا باش ما نتعطلوش على الناس، نتكلموا وما نخرجوش على الموضوع. كما قلت خويا عبد الرحيم تا هو راه من اللاعبين اللي عطى شيء الكثير للفريق المغرب الفاسي، الملقب بالقوشي وما ادراك ما القوشي. هو الرجل اليسرى الساحره اللي كانت شنقول لك تفزع حراس المرمى انذاك. والان الحمد لله كنقولوا لا خوف على فريق المغرب الفاسي. ان فريق المغرب الفاسي التاريخ ديالو كيشهد عليه انه فريق اللي يعني باقي كيعطيو العطاء. يعطينا غير المشكل اللي عندنا هو في السماسرة المتربصون بالناس ديال الاداره. فهذا الشيء اللي كيحمقني انايا وما كنحملش راسي. شحال من سنه وانا كنقول فريق المغرب الفاسي عنده وليداتو اللي غتفكروا جيبوا 3 من شباب المحمديه. راه عندكم 30 عندكم غير ناعسين في لي سبور. علاش هذوك الدراري ما يسقلوش المواهب ديالهم وما احسن من هذوك ديال المحمديه باش ما بغاو.
هذوك اللاعبين حتى هما راهم غير صغار، يعني ما عندهمش خبره كبيره في المجال الرياضي. علاش نتوما دائما كتبغوا يعني الهضر المال العام ديال الفريق في لاعبين؟ انا كنقول بكل صراحه وكون على يقين، وكنقول لكم بالخبره المتواضعه اللي عندي، والله ما غيقدموا شي حاجه للماس، والله ما غيعطيو، ما عطاوش لفرقتهم اللي ولاد بلادهم، بقاو يعطيو للماس، والماس كبيره تقنيا كبيره عليهم. يعني باش كيفاش غادي يجيري 30 مباراه وهو الدري باقي صغير؟ راه هذه هي الطامه الكبرى. علاش حنا ما كنعتمدوش على وليدات فاس؟ واش فاس زعما اندثرت منها اللاعبين؟ واش هاد فاس زعما صافي ما بقاو حتى هما عندهم غير اصحاب العكاك؟ راه حرام، راه حشومه. فهاد الشيء راه كيسطي. غير اللي غادي الاشاره ان هناك يعني بغاو يفرطوا في شي وليدات فاس اللي باقيين يقدموا للفرقه، لا داعي لذكر الاسماء ديالهم. هاد اللاعبين هما اصلا لعبوا في على مستوى عالي، وحشمت نقول السميه ديالهم اللي قلتها، والله العظيم حتى حشمت انني نتكلم عليهم. لاعبين كبار، يعني غير ابسط الامور، لاعب واحد لعب فرق كبار، منهم لي فار، منهم بلا ما نذكر الباقي، الفتح زيد وزيد. واش هذا مفرط فيه انا نصيفطو في حالاته؟ وهذا الوليد هذا يعني انه سخاب بريم سنياتور ديال هذه السنه، ما عنده غرض في الفلوس، المهم عنده حبا في الفريق ديالو، سخاب فلوس غليظه من اجل حمل قميص الفريق الام ديالو. واش هذا عباد الله؟ ماشي هذا هو الوفاء، ماشي هذا هو الاخلاص. علاش دائما حنا كنفكروا في التغيير وتغيير سلبي؟ عندي لعابه ديالي في كسيف نقي نخدم من نقا، مدير تقني ما عندوش درايه في فريق المغرب الفاسي، ما يمشيش في الفرق، يمشي في حالاته. علاش ما يكونش عندنا مدير تقني ولد البلاد، ولد فاس؟ علاش جبتو الاول؟ راكم عارفين الزله اللي دار. ها هو جا هذا حتى هو، شوفوا دابا شنو غادي الاداره التقنيه ديالو كي دايره، شنو غادي يحلل، شنو غادي يحرم. كونوا على يقين. علاش ما تكونش واحد اللجنه تقنيه مكلفين بها اللاعبين القدام، لي زونسيان جوور اللي تبارك الله عندهم واحد العين الثاقبه، يعرفوا اللاعب والقيمه ديالو. علاش كنفكروا حنا غير غنجيبوا واحد تقول لي على بدر القادوري؟ هي فوق راسي وعيني، انا ما نطيحش من القيمه ديالو، وراه لعب في الوداد، لعب على مستوى عالي في الوداد. وعندنا لاعبين مصاويين لعبوا في الوداد، عندنا لاعبين مصاوي لعبوا في الرجاء. اذا حنا الفاس اللي كتعطي اللعابه لهاد الفراقي هذا. حنا ما كنا الماس ما كتعتمدش على الرجاء والوداد ناخذوا اللعابه ديالهم. الماس اللي نقول لكم شحال من لاعب لعب في الرجاء والوداد، يعني كتفكروا مجيدوا الله يذكروا بخير في الوداد. حسن رفاهيه راك تشوفي لعب في حسنيه اكادير كحارس. كوحه لعب في الرجاء، في قروش لعب في الوداد، الزنيتي لعب في الرجاء، الحارس اللي دابا في الجيش الملكي كان في بركان، ولد فاس اسمح لي السميه ديالو. يعني شوف دابا سبحان الله العظيم هاد الزخم من اللاعبين. يوسف انوار شوفي كان كيلعب، ما لعبش في فرقه كاع ميته. يعني وتحيه لخويا يوسف بهذه المناسبه، وتحيه لجميع الاخوان. اذن ونديروا واحد التحليل دقيق للفريق المغرب الفاسي، اللعابه وليدات المغرب الفاسي لعبوا على مستوى عالي. تاكناوتي، الوداد، راه الا ذكرنا راه لائحه طويله طلعت للدار البيضاء، ولائحه طويله لعبت في الرباط. فما نجوش في الاخر نبخسوا العمل ديال اللاعب الفاسي، وجي دابا نجيبوا واحد مدير تقني من كازا. انا شوف انا نهضر علنا، سمحوا لي راه ضربني البرد ونتكلم بعفويه. يعني الا كان بدر القادوري استقطب هاد اللاعبين وصادق عليهم، فكن على يقين ان راني كنتفلو. وبغى 3 اللعابه غنقول له انت راك ماشي كوير يا خويا، انت ماشي كوير، انت ما دوزتيش كره. الا فكرت انك ما دوزش طيست الوليدات المغرب الفاسي، تشوف لي سبوار والجونيور وترخي عينك تطلع للتريبين وتربع يدك ودير ورقه والسيلو، راه ماشي هادي هي الاداره التقنيه. فهمتيني؟ الاداره التقنيه عفوا خصها تكون مبنيه على مبادئ وعلى اخلاق. يعني انا نفكر انا كصحفي رياضي، ومشكورين المدربين اللي كانوا كيتيقوا فيا، عبد ربي كانوا كيتيقوا فيا. فهذه الطامه الكبرى الان ما بقيناش كنشوفوا.
فثلاثه من الشباب المحمديه، غدا جبنا جوج من الزمامره، جوج. حنا خويا ما بغيناش هذاك الشيء. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كانت هناك امور الحمد لله اللي مضبوطه، فهمتيني، كانت امور اللي جد مضبوطه مع الاخوان. فما تجيوش اخويا ما قدرتيش انك تجيري المسائل ديالك، زعما لك كل الشكر والامتنان، من حقك انك تجلس في حالاتك. خلي الناس اللي يمشيو الفرقه نعرفوا قيمه الفرقه وما نبقاوش نكذبوا على راسنا. خصنا مدير تقني في المستوى، خصنا مدير تقني يكون عنده الروح ديال العمل، خصنا مدير تقني يقدم الاضافه النوعيه لفريق المغرب الفاسي. يعني هذا هو الكلام اللي واضح. مدير تقني على راسي وعينيا، لاعبيه دوسي وسير اخويا. انت شوف هذا النيفو ديالك خدم بها في الوداد، ولا الوداد كبيره عليك واخا لعبتي فيها، اذا على هذا القبال الوداد كبيره عليك. ما تجيش تريني في المغرب الفاسي، انا غنعتبرك انك الخبره ديالك ما كاينش، الخبره ديالك ناقصه. انا هادشي كله كنواخد عليك السيد المدير التقني. الا ما كنتيش قاد على الفرقه ويكونوا لاعبين ويكون استقطاب اللاعبين في المستوى وتكون عندك درايه بالامور، راه ما درتي والو. انا شخصيا عبدو ربيه، انا جاني فيديو من اجمل اللاعبين، اسمعوا هذا كنقول للجميع المصاوين وغنقولها علنا، والله شهيد على ما اقول. جبت توصلت انا نقولها علنا، يعني الصديق ديالي الانتيم خويا مهدي العرافي لاح ليا فيديو ديال اللاعب، اقسم لكم بجلال الله ولوح الفيديو ديالو تتبغي فرق كبر، وكيلعب في الميريكان ولعب في واحد شويه ولعب في فرنسا. وهذا الوليد فهو جزائري الاصل، تمنى قال لك انا بغيت غير نلعب في شي فرقه في المغرب، واتصل بينا خويا مهدي العرافي مشكور بهذه المناسبه، كنتمنى يكون حتى هو في اللايف، وتناقشنا في هذا الامر، وتناقشنا مع السي عبد الرحيم الفني الكوشي اللي هو محب. كنقول لك الدري مخلص بزاف للماس، مخلص بزاف، اقسم لكم بجلال الله ولوح هذاك الفيديو في لاباج ديالي. الى تيطير هذاك اللاعب احسن الفرق الوطني، ولحنا ليه الفيديو اتصلنا به، وعطيك اتصل به اخويا انت، انا ما لا دخل لي في هذا الامر، بصفتك اونسيان جوور ديال الماس باش لا من موجب، ونلوح لكم الفيديو ديال دابا، نلوحو في لاباج ديالي وغتشوفوا هذا اللاعب. علاش حنا كنديرو زعما غنتصنصرو فيه غنديو فلوسو؟ والله ما عندنا فكره بالله، حبا في الفريق. وهذا اللعاب هذا والله ما كاين خوف في الماس، الا جا الماس اش نقول لكم، غيلعب بالكرافاطه لا من موجب، اقسم لكم بالله. ونصيفطوا للسي القجع تيديه البركان بالعماريه، يهزو بالنقافات يديه. الناس ديال الفتح كذلك ومثال. حنا بغينا زعما يلعب في فريق المغرب الفاسي، ما بقينا فايده بك فجاه جايب 4 من المحمدين وباغي يقصي اللاعبين ديال ولاد فاس. واش هذا مدير تقني؟ هذا غنعتمد عليه انا مستقبلا، غيعطيني فرقه. يعني المدراء التقنيون ما عندناش في فاس، نذكرهم لكم نسرسبهم لكم نحطهم لكم كاملين، كلهم عندهم دبلومات كبار. راه هادشي راه يندى له الجبين، راه الماس هادي راه ماشي فريق عادي، فريق اللي بكل صراحه اي واحد يحصل ليه شرف حمل داك البدله الصفراء راه ماشي سهل. يعني انا كنهضر والطونس يطلع ليا انت، يعني انسان فكرت انك تستقطب لاعبين، خصنا لاعبين فوق المستوى، لاعبين يلعبوا البالون ولا الصغار. شوف اخويا لي سبورت انا ديالي شنو عندي تماك في الخزينه، واش كاين شي لاعبين اكفاء انهم يلعبوا في الفريق الاول؟ فماشي يجيبوا اللي جبنا كيتعلم فينا النيش، راه ماشي ديال كره القدم. حيدوا لي المحسوبيه والزبونيه، حيدوا لي بوك صاحبي. الا بغيتي البطوله في المغرب تمشي، راه حنا مقبلون على كاس العالم، راه بغينا البطوله الوطنيه تزخر بالمواهب، راه بغينا الماس الكوديم اللي فار الراجل الوداد كلشي يكون عنده وليداتهم.
يعني هذا المشكل ديال السماسرة راه خطير 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 جدا. اول واحد جاني هذاك الفيديو هو انايا مع عبدو ربي، مع عند خويا مهدي العرافي اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والجديده والراشد وفراقي كبار حتى هو لعب. اقسم لكم بالله حتى غندير هذا الفيديو، هذاك الفيديو غنلوحو لكم ان شاء الله في لاباج ديالي هادي وتشوفوه. واي مصاوي ولا ودادي ولا شي واحد تفرج يرد عليا الخبر ويقول لي اش كاين. لاعب اللي صعيب واللي بقى فيه حز في النفس ان لا من موجب. يعني هذا اللاعب هذا ما فيه لا التسمسير، ما كاين اللي غادي الامور عندنا حبا في الفريق. بغى السيد قال لك بغيتو يلعب بغى يلعب في المغرب فهو جزائري الاصل، كلشي حل صدرو، هادشي عادي. حنا قلت ليه خويا انا تمنيتو يلعب في الماس، انا كنموت على الماس، الله يرحم لك الوالدين. خلي اخويا اللي شوف الفرقه ديالي ودار تيتر معانا راه غادي نفرح. علاش تكون عندنا غير داك البصمه ديال الو السلام عليكم، واحد اللعاب داز غير بالتليفون. فماشي تم الاقصاء في الاخر. كان غير جبت لي شي لاعبين كبار نقولوا راه كاين لاعبين المحمديه راه غير مرغوب فيهم الشريف في الماس. انا كنقول لك علنا، كنقول لك السي بدر القادوري، كنقول لك علنا والله العظيم الا غتشن عليك حرب كبير وكبير جدا اللي ما غتقدرش عليه. هذيك الفرقه راه شريفه، هذيك الفرقه راه عندها زاويه ديالها. عندك شنو غلط؟ الماس راه الزاويه، واللي كيدخلها بالغدر راه كيمشي للتحقيق. وبلا ما نكمل معاك فاخويا العزيز، الا كنتي غادي تخربق في هذيك الفرقه غير بعد منا. انا كنقول لك علنا واحد محب للفريق المغربي الفاسي، حتى النخاع انا راه كنت الرئيس كنقذف فيه ماشي كنسبو، كنتقدو علنا. مدرب كيف ما بغى يكون نوع، ولكن ما غنحترمكش، ما غاديش نحترمك على حساب انك ما غتقومش بالواجب. هاد الانتدابات اللي وقفت عليهم انت فاللاعبين المحمديه غير مرغوب فيهم، ما دخلوش ماتشات، راه ما كاينش النيفو ما كاينش. اذا ما عندي ما ندير به. او الفرقه طاحت صاحبي في 10 الدورات الاولى وانت جايب لي لاعبين من عندهم. واه صاحبي عيق صاحبي، واخا نكونوا حنا دايرين الباندات كون شويه موضوعي وكون كواير مدوز البالون. انا صحفي رياضي تقول لي هذوك اللعابه ما نكذبش عليك الماس ولا شي فرقه اخرى نقول لك هذوك خصهم عامين ديال التكوين، هذوك على الاقل خصهم يلعبوا في بروميير اماتور واحد العامين على الاقل، يدخلوا ماتشات ويتقاتلوا ويديروا السميه ديالهم. راه جايبهم من المغرب الرياضي الفاسي، وما ادراك ما المغرب الرياضي الفاسي. راه ما كتكلمش اخويا على لا داعي لذكر شي فريق، انا كلشي عندي الفرق سواسيه، ولكن نهضر على فريق اللي فارض الوجود ديالو في البطوله الوطنيه. فكنتمنى منك انك الا كنتي غتكمل مع الماس صفي قلبك ودخل. الا كنتي باغي تشد الماس في الاداره التقنيه صلي الركعه ديال الاستخاره وطلب الله يوفقك في هذاك العمل. على حساب هذوك اللاعبين اللي كتشوف القدامى جالسين تما في القهاوي وكذا، 1% منهم تحطوا في التريبيل يعطيك فرقه، وراك لعبتي ضد الماس ودوزتي ضد الماس وعرفتي شكون هي الماس. راه ما كانش كتلعب الكرارس، ما عمر الكروسه يلعب في الماس. والله ما كنتي صنديد داخل رقعه الميدان لا لعبتي بالله، وهذا الشيء التاريخ كيشهد له. وما تنساش واحد النقطه اللي خطيره وما ضربتيلاش الحساب، هو الجمهور. النقطه الصعيبه بالنسبه لك اخويا بدر، الصعيبه هو الجمهور. شتي الجمهور الا دارك بين عينه والله تتمشي في حالاتك. فالله يطول عمرك. كنتمنى منك انك تنضبط معنا في الاداره التقنيه وتشوف اللاعب المناسب في المكان المناسب، وداك الساعات غادي نهزوك انت هنا ونقول لك راك فعلا كاين. وهناك لجان اخويا سهر معاهم، راه اداره تقنيه هذيك المدرب اللي غادي يجي مرحبا به حتى هو، ولكن تكون اخويا ما خاب من استشار. ما هذه الا بدايه البطوله الوطنيه. اذا خصنا لاعبين اللي غيمشيو الكونسونطراسيون ويمشيو لونطرينمون ديالهم يمشيو يكونوا مزيانين.
فرقه طايحه صاحبي الدوزيام وما تمشاوش والو، والعكاكس وما لعبوش، وانت غتجيبهم من الماس. يعني فلا داعي نزيدو ندويو ونتكلمو ونخرجوا على طوعنا. دابا بوحدك عرقتيني انايا، والله الا بوحدك عرقتيني بالله، وما كاين الصهد. حشومه وكن على يقين، اللي ما قدمش الاضافه النوعيه لفريق المغرب الفاسي فهو غير مرغوب فيه بتاتا، شاء ام ابى. وكنتمنى صادقا انا نقولها علنا، حاول تحافظ على الدراري ديال الفرقه، وبلا ما تدور التليفونات، راه كلشي واصلنا، فهمتيني؟ انت كمدير تقني خليك مدير محايد وعندك عوينتك، كتشوف انك راك دوزتي كره ما كنكروش هذاك الشيء، وحاول تكون عندك كاريزما قويه ديال المدير التقني. راه المدير التقني هو الفريق، والا ما كانش عندك استغفر الله العظيم، ولا ما كانش عندك روح العمل في فريق المغرب الفاسي، كنتمنى تقدم الاستقاله ديالك قبل ما تبدا السنه. غادي تتعرض لامواج وامواج من الانتقادات اللي غادي تقل الكاهل ديال المخ ديالك. وبهذه المناسبه كنحيي فريق الجمهور، كنحيي جمهور فريق المغرب الفاسي اللي كنحبوا حتى النخاع، وكنقول لكم عاونوا الفريق ديالكم، راه نتوما هما الفرقه. وكنتمنى من اللاعبين القدامى، لا داعي لذكر الاسماء ديالهم، كلهم راه كنعرفهم اخوتي وحبابي، لا بالحوجيات، لا عبد الرحيم البوشي، لا حسن رفاهيه، الاشهابي، الغندور، الشاكر، اش نقول لك، كوموندو ديال اللعابه اللي من العيار الثقيل، يعاونوا الفرقه ديالهم بالاستشاره. وهذاك اللعاب انا غنقولها علنا كنتمنى من جمهور فريق المغرب الفاسي يتابونا عندي، وكنوعدكم غدا الصباح غنلوح لكم الفيديو لهذاك اللاعب، وداك الساعه تحكموا. هذا اللاعب باغي يلعب حبا في مهدي العرافي، بغى يلعب في المغرب، والمهدي العرافي صديق ديالي اللي كنموت عليه وكيموت عليا، قال لي هذا اللعاب شوف انت لما تعطيه لشي فرقه، حنا راه ماس مصريه ما والو، حنا حبا في الماس. الصفر الا ضرب دمي غيطلع الصفر. يعني اللي غنقول لها بفصيح العباره، شكرا خويا توفيق الرياضي، الله يطول لي عمرك الحبيب ديالي، اللي غنقولها بفصيح العباره، اللي جايب واحد النيه مبيته الفريق المغرب الفاسي الله ياخذ فيه الحق، اللي جاي بشي اهداف سلبيه الفريق المغرب الفاسي الله ياخذ فيه الحق. انا كنقولها علنا فعلا، الا كنتي غادي تدخل بالكبرياء والعجرافه وانا كذا، الاداره التقنيه رانا ونعطيوها غير واحد من الجمهور راه قادها، شي واحد من الجمهور غيقول لك اش كاين، صافي كترف البحر الله يغنيك، هذاك رزقك خوت الصالير ديالك على مستوى كبير الله يغنيك، الطوموبيل الدنيا هانيه، الدار الفيلا سهل، ولكن عطي للفرقه الشريف، وخلي وليدات الماس تماك، راه باقيين يعطيو للفرقه، راه ما كنذكرش الاسماء، راه الا ذكرت عليك الاسماء غيجيك زلزال في مخك، الله يرضى عليك، انضبط مع الفريق ولا بعد منه، 1+1 ما قالتش على الفرقه سير في حالك، راك ما مخصوصش اخويا، الله يغنيك الله يزيدك بغيت لك الغينا في الغينا. انا كنهضر في سيتي محب الفريق المغربي الفاسي، هذه باج ديالي ما كنهضرش معاك كصحافي رياضي ولا غادي تنتقدني كصحافي رياضي، لا انا كندوي محب لفريق الذي احبه حتى النخاع من بعد والد الله سبحانه وتعالى ووالديه. فما تجيش نتايا وتطبق العجرافه ديالك ولغه الانا باش تبقى لي انت على خاطرك وتجيب لي انايا الدراري ما حتى الكونديسيون فيزيك ديالهم ما كاينينش مشلين، وتجي تقول لي اخويا راه هادو راه غيسينو في الماس، راه الماس اصاحبي، راه ملي كتسمع الماس راه نبضات القلب ديالك راه خصها تضرب، خصك تعبر لك الطونسيون. الله يرحم لك الوالدين، السي بدر القادوري اقولها واتوسل اليك، الا كنت غادي تستقطب لاعبين في المستوى فالف مرحبا بك،
الا كنتي فكرتي اول تفكير بولاد المحمديه وتجملوا علينا داك الدراري ديال 36 العام الفوق، الله يرحم باك لما شفت التران ديالك ورجع لكازا من الاحسن. وبعد من داك المدينه الله يرحم لك الوالدين راه فيها الزاويه وفيها الشرفه وفيها ناس اللي صعيب انك شي ملي كنقول لك اللاعبين القدامى راه جلستي معاهم راه يديروا لك خريطه يعلموك شنو هي ابجديات كره القدم. اذا انا لحد الان اللهم اني قد بلغت رساله نبيله تجاهك مع احتراماتي لك، وكنظن ما فتش معك الخطوط الحمراء. انا هذا مجرد نقد وانت قد تقول انه هو نقد بناء، وما تقلقش مني. هذا مجرد نقاش الذي لا يفسد للود قضيه. يعني الحمد لله من الخبره المتواضعه ديالي انا والله العظيم من المدربين كيجلسوني معاهم في التريبيل كيقول لك رخي معنا عينك، اللهم لك الحمد. ماشي انني ومدوس البالون، يعني ماشي متطفل، وراه الدراري كيعرفوا. اذا كنتمنى من الجمهور الفريق المغربي الفاسي يدير اليد في اليد، وهاد السنه ما نتقولبوش ليهم، وحنا اللي غادي نستقبل. شوف والله يجعلنا ما نديرو اخويا 100 درهم لواحد والجمهور كامل يجيبوا اللعابه على حسابنا حنايا. هذه غنقولها لك، حنا راه موالفين ولله الحمد، عندنا جمهور تبارك الله وسطلع به عريض وما عندوش الحد، والله لك الحمد. في اوروبا كنلقاو الدرابو د الماس، اسيا ولقينا الدرابو د الماس. انا با فيه الزهايمر وما صاوي بير، او ما تضحكش علينا. باش نكون خفيف على الدل عليكم، كنتمنى لكل جمهور فريق المغرب الفاسي يتابونا مع اخوكم نور الدين نايم. غيكون ان شاء الله دائما حوارات رياضيه ثقافيه سياسيه. شكرا جزيلا لكل من شاهد هذا اللايف. خويا عبد الرحيم الكوشي اتاسف ان ما عطانيش البروغراماسيون دي باش تطلع معايا نتكلموا. كنتمنى لكم ان شاء الله الرقي، كنتمنى لكم ان شاء الله الخير، كنتمنى لكم ان شاء الله هذه السنه الميلاديه الجديده ان شاء الهجريه الجديده ان شاء الله يا ربي تدخل عليكم بالصحه والسلامه، وللفريق المغرب الفاسي ان شاء الله بالالقاب والبطولات. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وديما الماس شاء من شاء وابى من ابى، وكل الخزي والعار السماسرة. السلام عليكم.